صباح الانوار، اهلا بيك في الدرس رقم 4 من جنبيه الوزير. طبعا بدي 4 دي 5 تلعب انت السي 4 معلن اختيار لجنبيه الوزير عشان يلعب هو الاي 6 ويعلن اختياره لجنبيه الوزير المرفوض. هناخد طبعا المقبول بس بعد ما نخلص دوت، وهناخد الدفاع السلافي كمان بس بعد ما نخلص الجزء ده من الحلقات. طيب، برد كالمعتاد بالنايت سي 3 عشان يفاجئني النهارده بالسي 6 وما يعرف بالسيمي سلاف ديفنس. مشكله الدفاع الشبه سلافي دوت انه دفاع قائم بذاته، يعني هو عايز كورس قائم بذاته عشان نتكلم فيه. طب هنخرج ازاي من هذا المأزق؟ احنا عايزين، يعني ده مش موضوعنا دلوقتي. في المستقبل ان شاء الله اللي مش بعيد قوي هناخد كورس عن الدفاع السلافي والدفاع السيمي سلاف او الشبه سلافي، ما عندوش ادنى مشكله. لكن النهارده احنا عايزين ما نخرجش بره موضوعنا. بص، هدي لك خط اولاني سهل بسيط، ما فيهوش مذاكره كتير، ما فيهوش حفظ كتير، ويلعب على مستوى جراند ماسترز رغم مدى سهولته وبساطته. وهديك خط اخر لو ما عجبكش هذا الخط، بسيط برضه، في الدفاع السلافي خط محافظ رئيسي اساسي. وهديك خط متهور، وانت ممكن تاخد الاولاني وتشوف الاثنين التانيين كنوع من الاستمتاع، او ممكن تاخد اي واحد فيهم، هذا شأنك، يعني لك حرية الاختيار. طيب تعال ناخد الاختيار السهل. هاكل وهو ياكل. تقول لي وحشه 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 قوي. ليه يا عم وحشه ليه؟ انت حررت البيشوب بتاعه اللي ماسك المربعات البيضاء وحللت له مشكلته. انا كنت عايز اضايقه ويفضل البيشوب ده يعاني فيه ويعاني في تحريره. بصراحه عندك حق، ولكن في المقابل هتاخد امتيازات. ايه هي؟ تعالى اوري سيادتك. هطور البيشوب بتاع الاف 4 وهو عنده لعبه من 4 يرد بيهم. يرد بهذا الشكل بهذا البيشوب، او يطور هذا البيشوب، او يطور النايت. تعال نشوفهم الثلاثه. طيب لو طور البيشوب هاكل، ما عنديش وقت اضيعه، يستعيد بالوزير. العب اي سي، بفتح للبيشوب بتاعي التاني، يطور البيشوب بتاعه، اجي في وشه ما يضيعش وقت هو كمان ياكل. اكل بوزيري، يطور النايت، اطور انا كمان النايت، يطور النايت التاني، انا بايت هو يبايت. ده مزيكا يا اخوانا الكلام ده. اجيب الرخ بتاعتي للبي 1 ليه؟ بعمل ما خدناه قبل كده في درس سابق، ما يعرف باسم المانيوريتي اتاك او هجوم الاقليه. انا عايز جزء البيادق الضعاف الاثنين دولت، في بدائين في جناح الوزير عندي على 3 بيادق عنده، عايزهم يدخلوا يعملوا له اضعاف. بدأ البي عندي عايزه يخبط ويتخانق مع بدأ السي عنده. في كل الاحوال بقى يديني بدأ وزير معزول ماشي او اضعاف، اداني بدأ متاخر اضعاف، اداني بدأ تاني معزول اضعاف. المهم هذه السلسله كويسه القويه انا اضعفتها، عملا بالمبدأ اللي بيقول لو ما عرفتش تخلي يومك حلو يبقى بوظ يوم ايه زميلك. طبعا انت ممكن تدعم هذه النقله، نلعب هو اي حاجه عشان بالاي 3، وبعدين تدخل انت لو لازم الامر بالبي 4، وبعد كده زيح بقى اكتر ودنيتك جميله ورايقه وجميله والدنيا لطيفه خالص. طيب تعالى ناخد النقلتين التانيين. احنا خدنا هذه النقله الاولانيه لما هو بيختار هذا البتاع اكل، شفنا احنا بنلعب البيشوب بتاعنا، شفنا النقله دي. طب في نقله تانية، ممكن يختار البيشوب التاني بتاعه. هعمل انا ايه يا عم؟ انا مالي، انا هفتح البيشوب التاني بتاعي، يطور النايت، افتح للبيشوب ما يضيعش وقت وياكل. اكل بالوزير يتقلع، هو نفس التفريع هو. طيب ده تفريع ابن حلال اهو. اديني بقى التفريع التالت اللي هيحصل بعد ما تطور البيشوب اللي هو النايت. ما عنديش مشكله برضه، بفتح البيشوب التاني، يطور، اطور، طخ طخ، الله ده نفس القصه هي. يبقى تفريع سهل ولذيذ وبسيط ودنيته جميله ولا لا؟ دنيته رايقه ولا لا؟ وبعد ما بنخلصه بيبقى الوضع صفري والدنيا جميله. عجبك خير وبركه باشا على دماغي، ما عجبكش اقول لك ولا يهمك. يا سلام، حضرتك زبون مكان يعني، مش هنخليك تطلع بره. هنلعب اطور النايت بتاعي، وتعالى ناخد الخط المحافظ الاول. يطور النايت بتاعه، والخط المحافظ بيبدا لما انا بلعب الاي 3. طب المتهور بيبدا بعد ما بلعب البيشوب بتاعي للجي 5. تعالى ناخد هذا اللاين ابن الحلال المحافظ ويعتبر الرئيسي. الاستاذ يطور النايت بتاعه، لا بأس. اطور وزيري. طب ليه مش البيشوب؟ بصراحة انا عايزه ياكل الاول واطور البيشوب بتاعي في وان تيمبو كده، بس هو ممكن يبقى رخم وما يعملهاش. هو هيخدمني ليه؟ هيطور البيشوب بتاعه عايز يبيت بمنتهى التنحي. ماشي يا عم، هطور البيشوب بتاعي عايز يبيت انا كمان، يبيت انا كمان ابيت، وبعدين بمنتهى السماجة ياكل. ده انت سامك سماجة. طب يا عم كنت اعملها في تيمبو واحد. يقول لي لا ليه، وانا يعني فاتحها جمعية خيرية؟ انا عايز اضايقك. ماشي. ده انا كمان هلعب البي 5 عشان عايز افتح للبيشوب التاني بتاعي اللي عامل لي ازمه مش عارف اطوره دوت،
وهكسب تيمبو تاني على البيشوب بتاعك. رخم يعني. ماشي يا سيدي. يفنكت البيشوب بتاعه ويتبقى له خطوة واحدة عايز يعملها، انه يلعب السي 5 عشان خاطر يبقى فتح للبيشوب بقى بتاعه. الرخ بتاعتي اجيبها تدعم هذا البدأ المسكين، يطور هو وزيره، وانا العب الاي 4 عشان عايز افتح البيشوب التاني. طبعا هو مضطر يزيح عليا الاي 5، ولا انا كنت لو هو لعب اي حاجة عملت له فرقة عظيمة يعني، صح؟ طيب فالراجل يزيح عليا، اطور البيشوب بتاعي، ياكل، استعيد بالرخ، يوم الاستاذ ينزل بالنايت بتاعه، ضاغط عندي على النايت عندي، ما تجيبش لو سمحت اي حد من النايت بتوعك لمربع الجي 4، ياكل، استعيد بالبيشوب عادي جدا، يديني الكش ملهاش لازمه عادي، يرجع يهدد الرخ، ناكل الاول البيشوب. بص بقى لو كل كده دي مش حلو، تمام؟ ولا تلعب، لان حضرتك هتنزل بالنايت مهدد الوزير، ما ينفعش ياكل عشان وزيره هيسقط، يقوم يطلع بوزيره الاول بهذا الشكل، تاكل فيستعيد كده، فتنزل بالوزير وضاغط على البيدق، يشيل الرخ، فتقوم سيادتك تاخد بيدق، يعني ليس تفريعا جيدا. ولذلك اللي بيلعب ان لما حضرتك بتاكل بياكل هو بالبيدق. طيب وفتح على الملك عادي، اللي بادئ ركبت عادي، تشيل الرخ من التهديد، يجيب الرخ في وش الرخ، تجوز لو اكل بتاكل بوزيرك، والدنيا لطيفه جدا. وكان هذا هو التفريع المحافظ، والوضع شبه صفر لما تفتح الانجن. طيب تعالى ناخد لاين اخر، المتهور بقى. ايه هو؟ بطور النايت، بيطور النايت، اقوم طالع بالبيشوب في الزريبوه على طول للجي 5. ده متهور ليه؟ اقول لسيادتك هيلعب هو الاتش 6 ويدخلنا في اختيار من الاثنين، يا ناكل وياكل بالوزير ويبقى كده احنا قابلنا الموسكو جامبت، او بعتذر مش هاكل وهرجع، وكده دخلنا في الانتي موسكو جامبت. تقول لي جامبت ايه يا عم؟ هو فين البيدق اصلا؟ اقول لسيادتك البيدق ها هو. طيب ما نلعب الاي 4 واستعيد البيدق، مش هتلحق، البيشوب بتاعك يمشي، شلناه، هستعيد البيدق، مش هتلحق، حمينا البيدق. دي كانت فكره. طيب يطور البيشوب بتاعه، عايز ابيت، يطور البيشوب بتاعه، واكيد عايز يلعب في وقت من الاوقات السي 5 ويفتح البيشوب. انا ابيت، يطور النايت، وانا انزل بالنايت بتاعي على النايت عنده ولا يهمه، يطور البيشوب التاني بتاعه، بيطوره عن طريق ان هو يفنكته، لا باس، اكل يستعد بالنايت ولا يهمه خالص، ومراقب مربع السي 5 عشان عايز يزيح السي 5. طيب البيشوب بتاعي ينزل يضغط على هذا المربع برضو بتاع السي 5 ومنعه من التبييت، يلعب هو لعبة زي الاي 6 عشان انا ازيح واقفل في وش البيشوب التاني بتاعه. طب هيعمل ايه لما هو يزيح عليا بالشكل دوت؟ انا بمنتهى الرخامة اعمل ايه بقى؟ انا كمان ازيح عليه. يقوم الاستاذ يعمل ايه؟ هل ينفع مثلا ياكل كده؟ لا ما يقدرش، دي يخسر فيها خسارة مهولة، هتديله هذه الكش، ومجبر انه ايه؟ ياكل بالوزير ويخسره. حلو. ولذلك هو الراجل مش هياكل بالشكل دوت، لكن هينزل بالنايت بتاعه ياكل البيضة. طب انا اعمل ايه؟ ده انا البيشوب بتاعي متهدد، فتحت للبيشوب وكلت بيضة، مش هتعمل البيشوب بتاعي حاجة. ينزل بالنايت بتاعه ومهدد البيشوب، اعمل انا ايه؟ خط متهور جدا وهجومي جدا منك ومنه، هاكل كمان بيضة بكش، ياكل بالملك، انا اكل، ياكل بالبيضة، يديني يا عم البيضة، وخدت البيضة اللي انت كنت واخده مني وما زلت ادعم البيشوب، يطلع بالوزير بتاعه ضاغط على البيشوب، لعله بقى عايز يجيب رخ تانية يقطع البيشوب تاني ولا ايه؟ عشان يا عم الوزير من الفايل المفتوح دوت وبندعم لسه البيشوب، يجيب رخه في عمود مفتوح، انا اكل، يجيب بقى الوزير بتاعه باصص على، ده في تهديد بمات دي كده ولا ايه بقى؟ يعني لو وزيري راح كده ولا كده ممكن يبقى في تهديد بمات. طيب اسحب البيشوب بتاعي الاول، رخ بتوعه يجيب الرخين في الاعمده مفتوحه، لا بأس، اجيب الرخ بتاعتي ورا النايت، لعلي بعد كده افكر اسحب النايت بالشكل ده واهدد الوزير ويستمر التفريع. وكان هذا اللاين المتهور. عجبك الاولاني؟ اهلا وسهلا. عجبك التاني؟ اهلا وسهلا. عجبك التالت؟ اهلا وسهلا. كلهم ولادي.
انا في رايي الشخصي اللاين الاولاني سهل خالص، تحسه كده لاين عبيله واديله، الموضوع مشي، الدنيا سهله، الدنيا بسيطه، وما دخلناش في تعقيدات السلافي لحد ما نبقى ندرس السلافي على مهلنا، او بعتذر اللي هو السيمي سلاف على مهلنا، ونفهم افكاره وتعقيداته بس، ونكمل في تركيزنا في جنبيه الوزير المقبول والمرفوض وكل الاشياء. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الحلقه بتاعت النهارده. سبسكرايب عشان تشوف باقي السلسله، واشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.